دينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة. عيدكم على بالي بلي طولت عليكم الغيبة، وليت لكم بهذه التحلية اللي بزاف بنينة، يعني كراف بنينة. البنات كنت شريتها من برا، يعني البواط كيما هكا ب 30 انا كنت خدمت لكم 6 تاع لي بواط، يعني بسعر يعني في متناول الجميع. ومام كي تكون الخدمه تاع الدار يعني خدمه بيدك، يعني تعرفي واش راكي توكلي في ولادك. انا نقول لكم نفوتوا للمقادير وطريقه التحضير على بركه الله. واللي ماشي مشتركه نقول لك اشتركي وفعلي الجرس هكا باش دائما يوصلك جديد. نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. هنايا راح نحضروا كريمه الليمون، هي الاولى باش نخليوها تبرد. شا عندي كما شفتوا، كان عندي كاس غير بوع تاع عصير ليمون، كاس غير بوع تاع السكر، 3 حبات تاع البيض. راح نخلطهم كامل مع بعض ونديهم فوق النار حتى يدولي الغليه الاولى. يعني كي يهزولي الغليه الاولى نقلعهم. تشوفوا بلي الخليط تاعنا بدا يثقل، يعني كي يغلي الغليه الاولى يعني تشوفوه بلي بدا يثقل معاكم، نقلعوه. بعد ما كملت يعني خلطت كريمه الليمون، يعني ما تكثروش، ما تحبسوش الخلط يعني على الكريمه، ما تحبسوش الخلط البنات. يعني نبداو نخلطو حتى لي طيب معنا كريمه الليمون. يعني باش ما يطيبش البيض، يعني ما يخليناش هذوك الحبيبات. من بعد ما نكملوا نطيبوا كريمه الليمون، شا نديروا البنات؟ نجيبوا صفايه ونصفيها في بول يكون غامق بهذا الشكل. باش هنايا هاد المرحله الثانيه باش نميكسي الكريمه تاعي وما تغبنيش، يعني لازم لنا بول يكون ضيق باش كي نميكسي الكريمه راح تميكسيها لي كامل على حبه. شوفوا بعد ما صفيتها بقاو لي هذوك لي كرومون. علاش قلت لكم لازم تصفيوها؟ هذه هي الكريمه تاعي. راني موجده بجهه 100 غرام تاع الزبده، يعني انا درت زبده تاع الصول، تقدروا ديروا اوبلين عادي. درت زبده تاع صول يعني مارغرين صول. جبت الميكسور تاعي البنات. هنايا كم تشوفوا راني بعده غير على خاطر الميكسور تاعي كان ما وصلش فما نبدا نميكسي نبردها شويه. يعني شوفوا كي نبدا نميكسي تشوفوا بلي اللون تاعها بدا يتغير والشكل تاعها يعني يبدا يتضاعف، يعني تبدا تزيد في الحجم تاعها. فهمتوني؟ تجي هذه الكريمه انا نقول لكم صدقوني جربوها، بنينه بنينه بنينه، اروع كريمه راح تجربوها في حياتكم. يعني اعتمدوا هذه الكريمه، يقراوها في الورشات يا البنات. هنايا راح نبدا نضيف في الزبده، يعني مام كريمه الليمون كما شفتوا ميكسيناها، يعني خرجناها لها هذيك الحراره الزايده، ونبداو نضيفه في هذا المارغرين. نضيفه يعني بالتدريج، يعني بشويه 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 حتى نكمل هاد 100 غرام اللي راهي عندي. ونحط كريمه الليمون تاعي تبرد بجهه. بعد ما خليت كريمه الليمون تاعي تبرد نجو نحضروا الكريمه. واللي بنينه هذه الكريمه البنات شنقول لكم، نحتاجو كيله تاع شونتيي، كيله تاع الحليب، وهنا درت علبه تاع التيسويس، هذا فرماج ريجيم. هذا فرماج ريجيم نبدلوه يعني بالماسكربون. البنات اللي عندها ماسكربون انا نقولك ديري الماسكربون، يعني على جال السعر تاعه المرتفع. كاين بنات ما يقدروش يديروه، نديروه راح نبدلوه بهذا الفرماج ريجيم. ولا تقدروا ديروه مام بالجبن الطازج اللي يكون ناقص يعني ناقص شويه تاع ملح، تقدروا ديروه. هنا شا غادي نبدا نخلط في هذيك الكريمه، يعني كريم شانتي والماء تقدروا ديروا مام، تقدروا ديروا الحليب البنات. انا باش تقعد لي اطول مده درت الماء. هنا بعد ما خلطتها البنات نجيب كم يعني مغرف ولا زوج تاع كريمه الليمون اللي كنا خدمناها، راح نضيفوها. شوفوا بعد ما حطيناها في الثلاجه شوفوا كيفاش حاكمه روحها. كي نجي نحطها فوق يعني فوق التحليه تاعي، شندير نعاود نخلطها غير شويه غير بالملعقه، راح تعاود تطلق روحها من دارها وجديد. هنايا غادي نخلط هذه الكريمه تاع الليمون مع هذا الكريمه تاع الشونتيي نخليوها بجيه ونروح نطلع الكريم فريش تاعي. هنا في هذه المرحله البنات راني مذوبه 100 غرام تاع شوكولا بيضاء. يعني كي تبداو قبل ما تبداو تخدموا ذوبوها وخلوها. طلعوا الشونتيي هكا باش تبرد معاكم شويه هذيك الشوكولا وما تطيح لكمش الكريمه تاعكم. هنا شندير عندي حوالي 100 غرام تاع شونتيي، يعني تاع كريم فريش.
نسبة الدهون تاعها 35%. انا استعملت فونديليس، هذا الزرقاء تاع الحلويات. غادي نطلعها غير دقيقة، يعني ماشي بزاف، ما غاديش نطلعها حتى تولي كريمة حاكمة روحها، غير شوية نحتاجها سايلة، يعني 80% ماشي 100%. شوفوا بعد ما ضربتها غير شويه كيفاش راهي، يعني ما راهيش حاكمه روحها، مازالت سايله. نجيب الشوكولا اللي قلت لكم كنت ذوبتها 100 غرام، ونضيفها على الكريم فريش هذه اللي كنا طلعناها دروك، ونخلطوا حتى نتحصلوا على كريمه. يعني احنا ما نستعملوا لا جيلاتين لا والو، هذا الشوكولا راح تعطيها ذوق بنه فنيه بزاف بنينه، وراح تعطيها يعني وراح يعني تتماسك تحكم روحها بكل سهوله. خلط البنات بهذه الطريقه كما راكم تشوفون، نخلطوا غايه هذيك الشوكولا باش ما تتكتلناش، ونضيفون يعني نخلطوا هذه الكريمه يعني هذه الكريمه تاع كريم فريش مع الكريمه الاولى اللي كنا حضرناها، وندخلوها غايه. هنا تقدروا تستعملوا باتور، يعني تخلطوا هذه الكريمات مع بعضهم ثم ماشي بزاف، بضعه ثواني برك باش هكا يندمجون مع بعضياتهم وصاي. هنا انا غير بالملعقه كما راكم تشوفوا راح نخلطهم، ونجيب لي فيغين تاعي. تقدروا ديروا في كيسان، تقدروا ديروا في سيرسو، تقدروا يعني في بلاطو عادي مول تاع غرات يعني نخدموا به لي غرات، تقدروا ديروا فيهم. انا كنت توفروا عندي هذا العلب البنات للتصوير، يعني البنات تقدروا ديروا غير في حاجه عندكم في البيت عادي، غام كانت على الفرن ديروا فيهم. كنت شريتهم انا 2000 هذول البواط البنات. هنايا شبغيت ندير، انا ما شريت لا لي بودوار، ما خدمت جينواز ما والو. هنا جبت انايا شويه تاع شريت المونغوتي يعني اللي ما فيهش الشوكولا، وكنت فتتها كما راكم تشوفوا هكا، فتوها قطع يكونوا كبار، وفتت عليها شويه تاع القرقع. القرقع يبقى اختياري البنات، انا ما قلت لكمش ديروا القرقع، ديروا حاجه يعني انا كان عندي ضفته يعني طعم مذاق بزاف شباب. كي تجي تاكلي حاجه هكا كانت كريمه ليمون مع الكريم شونتيي مع هذاك الذوق تاع الجينواز، يعني هذا المانغوتي مع القرقع، عطى مزيج بزاف شباب. البنات اللي ما عندهاش القرقع انا نقول لكم ما تضيفيش، انا هذا برك اختياري كان عندي ضفته. وقلت لكم كي كنت شريت بواط من برا، وكي كليت هكا كان الذوق كان يعني الذوق كان فيه المكسرات من الداخل. هنا كما راكم تشوفوا فاصونيتهم، درت كريمه من تحت، زدت لها طبقه من الجينواز يعني هذيك المونغوتي، وكملتها بالكريمه من فوق ونخليها بجهه. وتقدروا انايا في هذا الزاوجه والثالثه كنت درت لها كريمه ليمون يعني بين الطبقات، جات بنينه البنات. يعني هذه كريمه الليمون مزيج بين الحموضه والحلاوه. شنو نقول لكم لعشاق الليمون نقول لكم جربوا هذه الوصفه وعينيكم مغمضين. ان شاء الله البنات يكونوا يوصلوكم الاشعارات تاع الفيديو تاعي، اللي ما همش يوصلوها انا نقول لك دخلي يعني عاودي الغي الاشتراك في القناه، وعاودي اشتركي من جديد وفعلي جرس الكل، يعني هكا باش يوصلكم دايما جديد، يعني كل ما نحط فيديو راح يوصلكم البنات. هكا يعني كاين اللي ماشي يوصلها كامل لي فيديو تاعي، انا نقول لكم الغوا الاشتراك وعاودوا فعلوا الجرس وفعلوا يعني جرس الكل هكا باش يوصلكم كي نحط فيديو راح يدخل عندكم. هنايا جيت نكمل لي فيغين. شوفوا البنات درت كريمه الليمون في لابوش وراني بوشي نديروا كميه من فوق، يعني كميه غير رقيقه، ونمسحوها يعني نمشوها بالملعقه. وهذه هي التحليه تاعي. انا نقول لكم البنات غير جربوها صدقوني اروع تحليه ممكن تجربوها، بنينه 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 وخفيفه، ومع هذا الحمان يعني تبرد لكم على القلب. شنو نقول لكم غير بالملعقه هكا نسويها البنات. انا يا راح نكملهم، راح ندخلهم للفريجيدير يعني نحطهم في الثلاجه عادي، وكي يجي وقت التقديم راح نوريها لكم البنات كيفاش كانت حاكمه روحها بعد ما جبتها وقسمتها معكم، يعني حكمت روحها. هذيك تقدروا كما قلت لكم حتى ديروها في سيرسو عادي. هذه هي التحليه تاعي بعد ما كنت زينتها بالشرائح تاع الليمون وشويه تاع النعناع هكا باش يجي الذوق متناسق. شنقول لكم ان شاء الله كامل تجربوها البنات وتستفادوا،
واللي جربتها انا نقول لك تولي في تعليقات وتخلي لي رايك، واللي يعجبها لا فيديو وشافته يستاهل نقول لك خلي لي جيم وخلي لي تعليق وشاركي الفيديو مع الاحباب ومع الاصدقاء هكا باش تعم الفائده. نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، نلتقي في فيديو اخر، سلام.